السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللايك على الفيديو ده، سبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد انا بنزله يوصل لكم. تعالوا كده نشوف هندي حقنه عضل ازاي، او ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان ندي حقنه عضل. الامبول بتاعك، اي امبول انت بتديه حقنه عضل محتاجه الامبول بتاعك ما تنفذيش علاج غير بروشته الدكتور، ما تنفذيش علاج غير بروشته الدكتور. اوكي؟ ومعايا السرنجه، انا طبعا معايا سرنجه واحده بس، فهقول لك هنعمل ايه. ومعايا الكحول وقطنه. هنعمل ايه؟ خلي بالك وانت بتكسري الامبول عشان خاطر ايديكي ما تتجرحش، يعني لو انت مش بيرفكت قوي اكسريه بقطنه كده. تمام؟ هنعمل ايه؟ كسرت الامبول بتاعي اهو. بصوا بقى، انا معايا سرنجه واحده. هعمل ايه؟ هسيب السن ده على جنب عشان لما السن بيخبط في الازازه كده من تحت بيبقى تلم وبيربشر. هعمل ايه؟ هسحب ثواني بابا. هسحب بجسم السرنجة كده اهو، بكل سهولة هيتسحب الأنبول معايا اهو. اتسحب كله، مفيش ولا نقطة منه وقعت بره. خلاص كده. لو معاكي سرنجة عادية، سرنجتين، اسحبي عادي بالسرنجتين وغيري السن من سرنجة لسرنجة، بس بلاش تدي الإبرة بنفس السرنجة اللي انتي السن اللي انتي سحبتي بيه. تمام؟ ما تنسوش لايك على الفيديو ده وسبسكرايب. تعالوا بقى نشوف. وادي كمان الحقنة جاهزة، هفرغ كل الهواء منها. ودي الكحول القطنه بتاعتي. تعالوا نشوف هندي فين. احنا عارفين بندي الحقنه فين. الاليا اهي، هنقسم 4، هندي في الربع العلوي الخارجي بزاويه 90 درجه. لو انت بقى عايزه تدي حقنه لنفسك هتعملي ايه؟ تعالي نشوف. بصوا، لو انا مثلا عايزه ادي ابره لنفسي في البيت، معيش حد، هعمل ايه؟ لازم تكوني قدام مرايه. تمام؟ انا هبدا ان انا هحدد المنطقه اللي انا هدي فيها الاليا اهي اهو. ده الجزء اللي انا هدي فيه القطنه بتاعتي. همسح مسحه مش هرجع بيها تاني. اوكي؟ واجي الابره بتاعتي اهي. بصوا يا جماعه، انا زي ما انتم شايفين كده اهو. مش هقدر طبعا اجمع وادي، لا، انا هدي بالسرنجه كده. تمام؟ وهبدا اسحب من ورا. ما لقيتش فيه بلط، هنيجي الدواء بتاعي. بعد كده هنعمل مساج لمده دقيقه اهو. زي ما انت شايفه اهو. لازم تكوني قدام مرايه عشان تعرفي ان انت تتعاملي في حته الحقنه لنفسك في البيت. ما تنسوش لايك على الفيديو ده وسبسكرايب للقناه.